انت فين يا عم؟ ابعت لك ظابط يا عم. بجد انا على الدائري. بتحور ده حكايات. عايز كام يا صديقي؟ عايز 1000 مثلا. عايز 1000 يورو؟ اه. انت عملت له ايه ده؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب جميعا بخير. انا النهارده قررت اعمل مقلب، ولما اقول مقلب فهو مقلب حقيقي 100%. انا هكلم اصحابي بجد والله بدون ما اتفق معاهم ولا اقول لهم اي حاجه. اقول لهم يا جماعه انا عملت حادثه. وده انا اخترت ليه المقلب ده بالذات في اصحابي، لان ده انسب مقلب بالنسبه لي، لان انا يا جماعه عامل 3 حادثات في اقل من سنه ما شاء الله يعني. الحمد لله على كل شيء. فهقول لهم يا جماعه انا عملت حادثه ومحتاج فلوس، تفتكروا ممكن يساعدوني يعني؟ طب ما تيجوا نشوف. انا بكلمه يا جماعه. شويه تمثيل بقى. الو يا عبد الرحمن، انت فين؟ عبد الرحمن. بقول لك ايه، تعالى لي الدائري دلوقتي. ليه، في حاجه ولا ايه؟ انا خبطت واحد بالعربيه. يا عم انت هتحور. مش بحور يا عم بجد. هبعت لك اللوكيشن دلوقتي. بطل الراجل. زرط بس. يا عم مش بهزر يا عم انت. والله العظيم بتحور. يا ابني مش بحور عليك، بقول لك تعالى لي. صور. هبعت لك على واتساب دلوقتي. ماشي، ابعت لي على واتساب وانا اجي لك دلوقتي حالا. ماشي يلا، ما تستخرش. حاضر والله. سلام. بتحور ده حكايات. تبعت لي واتساب هتلاقيني عندك، قبل ما تقفل هتلاقيني عندك. بس حكايات ما بحبش. انا قلت ان ده صاحبي قريب مني فاهمني، مش هيخش عليه الجو ده. طب اقفل يا اسطى عشان بصور فيديو على اليوتيوب. فايه فانت بتبوظ لي المقلب. يلا مع السلامه. ايه ده وانا معاك يعني؟ اه والله صوتك طلع. زيع زيع. هبقى اعمل حبيبي يا تيت على عم. الشتايم. اقفل. لا لا، اعمله تاني وانا. ولا امثل وانا كويس. لا اه. لا طب بص لا هفاجئك، اسمع مني هفاجئك. لا لا، الفيديو ده حقيقي. اقفل، مش هينفع. هتشوف حد تاني. انت معاك مين جنبك؟ ايه يا حبيبي؟ يا فوزي، ايه الدنيا؟ الدنيا مش تمام خالص. ليه؟ وانا رايح التجمع كنت بصور فيديو النهارده. كنت مأجر عربية وخبطتها والشخص مش عايز يسيبني. بيقول لي لازم ازاي تدفع يعني؟ دلوقتي وتصلح. بجد والله؟ اه والله خبطته في الشنطة من ورا. انت ايه حوار الحوادث ده يا محمود؟ انا مش عارف يا فوزي، بقى سنة في 3 حوادث في سنة. مش طب ما يا عارف ابني. اعمل ايه. قلت له استنى اكلم حد إيه ولا حاجة يجيب لي فلوس ولا حاجة. لان انا معيش فلوس هنا، انت عارف فلوسي كلها بره. اللي انت عايزه هبعتهولك، بس انا متضايق من الحوارات دي، انا متضايق عليك. فانت قاعد جنبه ولا قاعد بعيد عنه؟ انا قلت له ثواني هكلم حد هشوف انت. كنت ممضيك في حاجه؟ لا مش مضيني، انا اللي قدام هو اللي انا ضربته، هو اللي عايز فلوس مش صاحب العربية. صاحب العربية بقى لسه هنشوف اما نروح له بقى. اكيد هيطلب. طب واللي انت خبطته عايز كام بقى؟ بيقول لي عايز 25. 25 ليه؟ ازاي؟ لا انت فين يا عم؟ ابعت لك ظابط يا عم. بجد انا على الدائري. ابعت لك اللوكيشن على واتساب ولا نبعته نديهم له وخلاص ونريح دماغنا. بص يعني هو حقه، لو انت اتلفت حاجه هنديها له، بس لو هو بيفتري عليك هنبعت واحد يطلع 200 اهل. امم فاهم؟ لو هو بيفتري لا مش هيشوف، مش هيلمح جنيه. لو هي الخبطه تستاهل وانت فعلا غلطان خلينا نحول الفلوس، هحول لك الفلوس دلوقتي. هي الخبطة كبيرة، الشنطة كلها بايظة بتاعته. يعني انت غلطان؟ انت شايف انا ان الراجل ده غلطان، حقه؟ انا اللي خبطت فيه. انت شايف ان ده حقه؟ مش عارف، انا عايز اخلص منه، اصل هو معاه ناس وبتاع وانا انت خايف. شايف ان ده حقه؟ قول لي هبعت لك بال 25. مش عارف اعمل. طب قول لي انت، انت كبير انت وكده. انت ما انت اللي ورا غلطان. اللي ورا غلطان، بس هو لو ده فرامل مره واحده. امم فاهم قصدي؟ فاهم. فلا، يبقى هو برضه عنده غلط. انت شايف ان الراجل غلبان. انا عندي برد، خلي بالك. الف سلام انت عليك. شايف ان الله يسلمك، انت شايف ان الراجل غلبان والراجل فعلا انت غلطان، خلينا نحوله 25. شايفه بيفتري، خلينا ابعت لك اي حد من صحابنا او جنبك عشان أنا في اسكندريه. انا لو عندك والله كنت هاجي لك يعني. انت مش في القاهرة؟ والله انا في القاهره. امم مش عارف، بس هو بيتكلم بيزعيق وكده ولازم تجيب الفلوس دلوقتي سيبك ومش من عارف. الزعيق، ما اخره ايه يعني؟ هيعرف يعمل ايه؟ ولا يعرف يعمل حاجه. فاهم قصدي؟ اه. ولا اعلى من خير يركبه. اه. بس انت لو شايف ان هو غلبان وانت غلطان خلينا نحوله. طب حول لك انت الفلوس دلوقتي، حول لك.
طب تحولها ونخلص منه وخلاص. مش هقول لك كام. هو عايز 25. انا هقول لك كام. انا مش معايا فلوسي كلها بره. مش هحاول 25 دلوقتي. طيب انا عايز عايز. بزياده ولا كده تمام؟ لا انا عايز اقولك ان انت جدع بس. بجد والله. اه والله انا ما عملتش حاجه، انا بصور فيديو على اليوتيوب. يا ابن الذين والله. اصل انا عارف ان انت بتعمل حوادث. ايوه عارف كله ان انت هيصدق بتضيع. المقلب ده. لان انت على طول كده. الو. انا تمام يا حبيبي، اخبارك ايه؟ بقولك ايه، انا مية مية. انت إيه الدنيا كده؟ الحمد لله مش قوي يعني. انت لسه صاحي من النوم ولا ايه؟ لسه الصح الساعة 2 كده. طب بقولك انا عملت حادثه كده من ساعه اه. هنا في مصر، والراجل اللي عايز فلوسه كده اللي انا خبطت له العربيه. اوبا. اه. فكنت عايزك تبعت لي فلوس بس لحد ما اجي ايطاليا، لان انت عارف ان انا فلوسي في ايطاليا و... ولما اجي هديهم لك يعني. عايز كام يا صديقي؟ عايز 1000 مثلا. عايز 1000 يورو؟ اه. حد عملت له ايه ده؟ ايه احد يا عم؟ ليه يا ابني؟ لا انا بتكلم على عادي، بس احد خبطتها له ازاي دي؟ يعني دي يا ابني 5000 يورو على 50,000 جنيه مصري. 50,000. اه ما انا خبطتها له من ورا، وانا العربية اللي معايا برضه هتحتاج تتصلح لانها مش عربيتي. ف... فهتاخد يعني هتخش في الرينج ده، مش متأكد قوي بس انا بقول يعني ايه. يخرب بيتك يا ابني. ابعت لي البونيفيك بتاعك يا ابني، بس الله يخرب بيتك يا ابني، انت عبيط انت. امم يعني بتزق 5000 جنيه يا ابني في خبطة؟ هو ايه ده؟ انا كنت عامل حادثة قبل كده في مصر برضه، دافع اكتر من 50، ما انا كنت قايل لك. طب ليه يا صديقي ما قلت؟ ماشي، المفروض تخلي بالك يا ابني على الحاجات دي يا انا ما عدتش ابني. سايق عربيات تاني بجد. بجد مش هسوق ايوه عربيات ابعت لي تاني. يا صديقي البونيفيكو. طيب ابعت لك الحساب المصري، هتعرف تحول عليه؟ لا الحساب الايطالي بقى. طب ما هعمل ايه بالحساب الايطالي؟ ما انا معايا فلوس في ايطاليا، انا عايز فلوس هنا مصر، هتحولهم لي وسترن يونيون؟ ماشي تحولهم لي يا على ابني، ما وسترن هو انت يونيون طيب. المصري ينفع تسحبه. ايه؟ المصري ينفع تسحبه من الكارت عادي. إيه لو انت في مصر. ينفع. انت مش معاك انت سان باولو. اه. ما هو الكارت ينفع تسحب عادي من البنك. روح جرب اسحب كده 50 يورو هتلاقي تتسحب عادي، بس بالمصري عادي تطلع لك كأنك بتسحب هناك. بجد والله. اه والله. خلاص لو كده خلاص مش عايز حاجة، انا هسحب بقى بفلوسي، ما انا معايا فلوس بره. خلاص يا صديقي لو كده هجرب. ماشي. لو انت ماشي جرب كده وعرفني. انا كنت بسحب انت سان باولو من البنك بتاعك لو عادي. ما عرفتش تحولهم لي وسترن يونيون. نشوف طريقة تانية بقى احول لك بيها. ممكن ريا او يوستر يونيون. ماشي يا صديقي، انا عايز اقول لك على حاجة. ايه؟ ان انت شخص جدع يا صديقي. بس دي كده بس عشان ما تسمعش. عايز اقول لك ان انا بعمل فيك مقلب مصوره على اليوتيوب. يا صديقي الحركات الخايسة دي يا صديقي. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه رايك في دماغي؟ لا يا صديقي، مش مفيش حاجة خالص يا صديقي. كلام الكفتة اللي انت بتعمله ده يا عم. بس ايه رايك يا اسطى؟ مثلت عليك حلو ها؟ انا صدقتك، بس انت بتعملها كل مرة. ايوه. عارف. بس انا بعمل حادثه كتير، ما انا قلت هيبلعها. ايه آه. الكلام الخايس ده؟ ايش بقى يا عم؟ يلا شكرا يا صديقي، انت هنزلك على اليوتيوب اقول من الناس الجدعان حبيبي. يلا يا عم روح يا عم. اجيلك ايطاليا قريب، يلا. سلام. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انا مبسوط جدا بالتجربه دي، وبجد اصحابي اللي قريبين مني طلعوا ناس كويسه جدا. يعني سواء نادر، سواء احمد فوزي، حتى عبد الرحمن بيدا صاحبي هو قفشني، بس يعني انا كنت عارف برضو ان لو في حاجه مش هيتاخر. فالرساله من الفيديو ده ان بجد اختاروا الناس اللي ممكن تقف جنبكم في وقت شده يعني. بحبكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.